مساء الخير واهلا بيكم في تلجراف مصر. النهارده ضيفتي ضيفه مثيره للجدل ومثيره للمشاكل والمصايب والبلاوي زي ما بتقول قول، يعني من هنا للصبح. حقيقي انا عن نفسي بعرفها من 19 سنه، وعلى مدار 19 سنه هي نجمه وشاطره وموهوبه، وبرضه بتاعت مشاكل. راحت الشارع بتاعت مشاكل، راحت قناه بتاعت مشاكل، راحت لوكيشن بتاعت مشاكل، راحت تمثل دراما ومسرح بتاعت مشاكل فين دي امتى؟ كتير. راحت حتى لما سافرت لبنان عملت مشاكل، ولكن تبقى وتظل وهتفضل ريهام سعيد نجمة وإعلامية متمكنة من أدواتها وناجحة نجاح كبير جدا. ريهام منورة تلجراف مصر مش موافقة وأهلا على بيكي. المقدمة. ليه؟ من أولها؟ مش موافقة على المقدمة، هقول لك ليه. لأن ده سلوجن. يعني عارف لما حد يطلع عليك كلمة فالناس تبتدي ما أنا تتناقلها، جايبك عشان تردي. وهي ملهاش أي علاقة بالحياة. بالعكس، عايزة أقول لك حاجة. في رصيدي أنا متهيألي إن أنا بعدت عن المشاكل بقدر كافي. بقالك فترة أنا مراقب ومتابع، بقالك لا لا لا، مش قصدي. انا ردود افعالي للناس اللي كانت بتعملي مشاكل اختلفت. اتغيرت. فبقت المشاكل ما بتتعملش زي ما هم عايزين. تمام. لكن انا مش بتاعت مشاكل، انا اتعمل لي مشاكل مم. كتير، بس مش كتير على فكره. 3 مرات مثلاً. 3 مرات، 3 مرات قليلين. مفيش اعلامي في مصر ما حصلوش مشكله. صحيح خالص، صحيح ولا واحد. صحيح. بس انت ما تنكريش ان اسمك لما يتحط في جمله، لما يتحط في خبر، لما يتحط في بانر، لما يتحط في لايف، بيبقى المردود مختلف. ما هي دي النجوميه الحقيقيه. بس ده اللي بتكلم فيه. يعني مش حاجه انت تطلع ترند كتبتي وخلاص. جمله من فتره، اعتقد في رمضان او قبل رمضان باسبوع، كتبتي جمله والناس اولتها لفكره ان ريهام بتفكر في الاعتزال. قلت ايه؟ قلتي ان انا بدور على ان انا استريح. اه فالناس خدت ده بمنظور تاني خالص، واحنا اتكلمنا وانت عشان خدت هي خطوات وقتها. عشان هي الناس بتبص للاعلامي على ان كل حياته الشغل. اه. لا، ما هو انا ممكن اكون هرتاح من الصحاب، مم. وهرتاح من الخروجات، مم. وهرتاح من الردود، ان انا ارد على حد بيتكلم عليا، مم. ان انا يبقى عندي سلام نفسي، لكن ملوش علاقه بالشغل خالص. طيب كم الشغل ما مرة، بيتعبنيش. كم مرة اسم ريهام سعيد اسمك اتحط في رول محكمة كم قضيه اترفعت عليا يعني؟ ورفعتيها؟ انا في حياتي كلها رفعت قضيتين. مم. بالظبط قضيتين، واترفع عليا 3. 3؟ طب كويس، يعني رقم معقول. ايوه، مش بالنسبه كبير يعني. للاعلامي مش طبعا. كبير يعني. لان كل الاعلاميين بيبقى عندهم رصيد من القضايا. طبعا 5. يمكن اسمك برضو هو اللي صنع الضجيج بتاع كل قضية، فالناس تظن ان ده صناعة يعني، او على قد ما اه انت نجم، على قد ما الموضوع بياخد مؤثر. حجم. صحيح. بالظبط.